اهلا بكم في حلقه جديده من مكتوب علينا. النهارده اتكتب علينا من احمد حسام ميدو. بجاحة ميدو. ليه ميدو بيقول ان احنا بجحين؟ وليه الاهلي بيجح في طلب المنتخب؟ ونسيت بجاحة الزمالك ولا لا؟ مكتوب علينا. لايك واشتراك عشان تشوف اللي وراك. كتب على تويتر النهارده كذا تغريده. اهم حاجه اللي احنا عايزينها ان هو بيقول ان طلب الاهلي من المنتخب ان هو يسيب اللعيبه بتاعته دي تعتبر بجاحه. ان هو كان متخيل ان هو هيشوف الموضوع ده بعد 50 سنه، وما كانش متخيل ان هو هيبقى عايش لما يشوف اليوم دوت. لا، ربنا يديك طولة العمر. هو الاهلي بجح عشان طلب لعيبته ان هي المدرب بتاع المنتخب يعفيهم من المعسكر اللي فيه ماتشين، واحد مضمون بتاع اثيوبيا كده كده صاعدين، واحد ودي بتاع تونس. والزمالك ما كانش بجح ومسؤوليه، يعني على حسب قول هو، يعني احنا ما بنقولش على حد بجح، هو الكلام هو يعني نمشي بنفس المسطره بتاعته. ليه الزمالك بقى؟ وليه حازم امام؟ وليه اتحاد الكوره ما وصفتهمش بنفس الوصف دوت لما سابوا لعيبه الزمالك قدام إريكتيك تشادي في دور ال 64 من دوري ابطال افريقيا، والزمالك كسبان 2-0 هناك والماتش هنا مضمون؟ ليه ما قلتش عليهم نفس اللفظ؟ ليه ما عملتش كل البكائيه ديت والنحيب دوت ما سمعناهوش؟ وقعدت تقول ازاي المنتخب اولا ومصر اولا والمنتخب فوق الجميع؟ ليه ما قعدتش تقول على الزمالك؟ ليه؟ عشان كنتوا ساعتها خايفين، عشان الزمالك ساعتها كان بعافيه، كنتوا خايفين تطلعوا من البطوله. تحيزك للزمالك وانتمائك للزمالك خلاك ساعتها ما تبقاش فير. ما حكمتش على حازم امام ولا اتحاد الكوره بنفس الوصف اللي انت توصف بيه. طبعا هو ما قالش النهارده ان مسؤولين الاهلي بجحين او ان الاهلي بيجح، طبعا ما يقدرش يقول كده، لكن هي المعنى واضح، معنى خفي. ما تقول بجاحه على ايه؟ على الطلب. طلب بجح، اوكي. طب طلب الزمالك ما كانش بجح ليه؟ ليه طلب بيراميدز ما كانش بجح لما ما رضيش يودي اللعيبه بتاعته للمنتخب في كاس العرب اللي هو اتعمل في قطر؟ عشان هو كان عنده ماتش برضه تقريبا في بطوله افريقيه. هو ليه دايما الاهلي بس اللي يتقال له كده يعني؟ ليه الاهلي بس يتقال له مصر فوق الجميع ومنتخب فوق؟ طب عشان نرجع نقول ان كره القدم المصريه هي الاهلي ترجعوا تاني تعيطوا وتقولوا لا؟ اهو انتوا اللي بتقولوا كده ان كره القدم المصريه هي الاهلي، بدين انتوا ما بتقدروش تستغنوا عن لعيبه الاهلي، لكن تقدروا تستغنوا عن لعيبه الزمالك وعن لعيبه بيراميدز. اذا ما تقولوش بقى ان انتوا قطب تاني، ما تقولوش انتوا منافسين. ما حدش يقول لنا بقى ان الاهلي منافس. خلاص، كره القدم المصريه ليها قطب اوحد، كره القدم المصريه هي الاهلي. بس اعترفوا بكده. عارفين لو اعترفتوا بكده نبعت لعيبه. لو قلتوا احنا ما لا نمثل اي شيء، لا نمثل اي منافس، نبعت لكم اللعيبه. هو ليه التغافل والتناسي وتلعب على ذاكره السمك اللي الناس مش هتفتكر ان الموقف ده؟ يعني انا بصراحه لو الوصف ده هيتوصف بيه حد يتوصف بيه كل اللي بيقول زيك، انه مش معقول واحد يا جماعه ماسكينه متلبس بجريمه، ولتكن مثلا جريمه سرقه، وبعدين شاف واحد بيسرق، او ما او مش واحد بيسرق، يعني اتبلى على واحد قال لك الحق حرامي حرامي، هو اصلا حرامي. يعني بيرميني باللي فيه، بيرميني باللي فيه، هو اتعمل له كده. المفروض يسكت، يحط يعني على بقه بلاستر ويسكت. انا مش من هنا يعني من بنها، انا ماليش دعوه بالموضوع، ليه على راسه بطحه؟ طلبها قبل كده واتعملت له قبل كده. لا، ده طلع يقول ان الاهلي بطلبه ده يعتبر الطلب ده طلب بيجي. ازاي يعني؟ ما تجيش ده انت اصلا عملت كده واتعمل لك كده واتخدم عليك كده واتعمل مع بيراميدز كده، لكن جت على الاهلي لا، ما ينفعش. وان كل بقى الوطنيه تطلع والنعرات دي تطلع. ونسيتوا دي الاهلي لما تعارض الموعدين كاس الافريقيه مع كاس العالم للانديه. الخطيب قال مصر اولا والمنتخب اولا، وبعت اللعيبه، او ساب اللعيبه وما طلبش اللعيبه، او اتحاد الكره ما وافقش ان هو يبعت لعيبه الاهلي، ولعب الاهلي اول ماتش وفاز. طب مش بس بقى يعني الباقي يحترم نفسه ويبعت لعيبه؟ لا، اخروهم واخروا عليهم الطياره. فكانت النتيجه الاهلي اتغلب من بالميراس، ودي كانت اقرب مره الاهلي ممكن يوصل فيها لنهائي كاس العالم للانديه، ولعب مع الهلال السعودي على الثالث والرابع. ليه بقى ساعتها ما قلتوش ان الاهلي فضل مصلحه المنتخب على مصلحته؟ ولا ساعه الاولمبياد لما بعت لعيبته اللي المفروض ما يبعتهاش لان ده اصلا مش في الاجنده بتاعه الفيفا، وبعت اللعيبه بتاعته، وكانت النتيجه ان هو خسر نقطتين في صراعه مع الزمالك في الدوري بتاع موسيماني الاخير؟ ليه ما قلتوش ساعتها ان الاهلي فضل مصلحه المنتخب على مصلحته، في حين هو كان قادر ان هو يمنع لعيبته قانونا؟
الله، ده اتنسل للاهلي؟ مش ممكن. انا ما شفتش حد بيعمل كده، ما شفتش حد بيعمل كده. يبقى في الحاجه ويرميها في غيره. لو سمعوني لحد هنا بشكركم انتوا بتسمعوني لحد هنا، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، ونشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.